السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا، وصفة مشهورة في تركيا اسمها السميد. حلوة جدا. ممكن ناكلها مع اي حاجة الصبح، ممكن نغمس بيها، هي مغذية طبعا عشان السمسم اللي فيها. زي ما انتوا شايفين كده، الوصفة سهلة جدا وبسيطة، وممكن نعملها في اي وقت. خليكم معانا وشوفوا الطريقة، ان شاء الله الطريقة تعجبكم. ودي تركاية كده انا عملتها، واقول لكم انا عملت ايه، بس خليكم معايا لاخر الفيديو. هنقول بسم الله ونبدأ مع بعض الطريقة والمقادير. انا عندي هنا كيلو من الدقيق، وهحط عليه معلقتين من السكر، وكمان هنحط عليه معلقتين من اللبن البودر. انا بحب ادخل اللبن البودر في كل المعجنات لانه بيديله طراوة وطعم جميل جدا. بحب جدا اللبن البودر. وعندي كمان هنا معلقتين من الخميرة الفورية. المعلقة اللي انا بحط بيها اللي هي المعلقة المعيارية، بحط كل المكونات بيها، وهخلط المواد الجافة كلها مع بعض. وما تنساش كمان ذرة الملح دايما. كل المخبوزات لازم يتحط لها رشة ملح. هبتدي اقلب كل المقادير كده زي ما انتوا شايفين، ونخلطهم كويس جدا. هكون عاملة مية دافية يعني زي دمعة العين كده. والاول انا هحط الزيت، والزيت عندي هنا نص كوباية من الزيت النباتي، واقلب كده لغاية لما الزيت يختفي زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي بقى احط المية. المية طبعا بحطها زي ما احنا عارفين حبة بحبة، والمية تكون دافية لان احنا طبعا بدأنا الجو يسقع، فالمية تكون دافية علشان الخميرة تشتغل. وبقلب كده المكونات زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اعجن بايدي لان المعلقة في الوقت ده مش هتنفع. لو عندك عجان طبعا بيبقى افضل، بس الناس اللي ما عندهاش عجان عادي جدا ممكن تعجني بايدك زي ما انتوا شايفين كده. هلم العجينة لحد لما تبقى بالشكل ده. مش عايزة العجينة لا طرية قوي ولا ناشفة قوي، يعني تسلك كده من ايدي. ودايما بحط حبة زيت في الاخر عشان العجينة تنعم بالشكل ده. وبعد ما اخلص العجن بغطي العجينة واشيلها، بحطها في مكان دافي لغاية لما تبقى بالشكل ده، يتضاعف حجمها وتبقى بالشكل ده. هبتدي بقى اقطع العجين اللي عندي. هلمها كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقطعها قطع صغيرة طبعا. زي ما انتوا حابين، قطع كبيرة او صغيرة ده انتوا بتتحكموا فيها. ودايما لما بنيجي نقطع العجينة بنبدأ في التشكيل من اول واحدة احنا قطعناها. زي ما احنا شايفين كده بقطع شوية كده عجين، وهحط الباقي على جنب. وهنا عندي هنا نص كوباية من العسل او ربع كوباية، بلاش نص كوباية لانه بقى كتير. ربع كوباية، واحط عليهم ربع كوباية من المية واقلبهم كده. ده هنستخدمه، هقول لكم ازاي دلوقتي. واقلبهم كده لحد لما يتجانس المية مع العسل. وابتدي بقى اقطع العجينة زي ما انتوا شايفين، بفرد العجينة بالشكل ده. وابتدي بقى الفها بالشكل ده، وهروح بقى ماسكاها كده. وابتدي بقى احط العجينة عندي في المية بالعسل. وبعد ما احطها بالمية والعسل احطها بقى في السمسم. وبعدين احطها عندي يا اما احطها على ورق زبدة، يا اما الصاج لو مش عندي ورق زبدة ادهنوه دهنة خفيفة من الزيت علشان العجين ما يلزقش في الصاج. هعمل لكم واحدة تانية. طبعا التشكيل ده بقى زي ما انت عايزة ممكن تشكليه بالشكل اللي انت عايزاه، بس هو التشكيل ده المشهور في الأكلة دي. يعني المعجنات دي التشكيل بتاعها بيبقى بالشكل ده. هما في تركيا بيعملوه بالشكل ده، او بيعملوها اوريكم شكل تاني زي ما احنا شايفين كده. دي اللي خلصت انا كده الصاج، وهسيبه بقى لحد لما يتضاعف حجمه.
هعمل بقى الصاج التاني واوريكم التشكيل. هوريكم تركاية كده انا عملتها. انا فردت العجين بالشكل ده وحطيت سكر على قرفة. التركاية طبعا دي من عندي، بس طعمه يا جماعة مش قادرة اقول لكم على الطعم وعلى الريحة. وابتدي اقفل وبعدين الفه بالشكل ده. وطبعا انا عملت الشكل ده علشان يبقى مميز وابقى عارفاه. واحطه في المية بالعسل وبعدين اطلعه كده، احطه في السمسم واروح بقى حطه على الصاج زي ما انتوا شايفين كده. وده شكل تاني انا عملته، يعني بدون ما الفها مدورة، هي نفس الشكل بنفردها ونعملها بالشكل ده. ده بعد ما تضاعف حجمه حطه بقى في الفرن، اكون مسخنه الفرن على درجة حرارة 250. طبعا اللي عنده شواية بيفتحها، واللي مش عنده بيفتحها بعد ما بيستوي من تحت. انا بحطه في النص، بياخد حوالي ربع ساعة وبعدين بطلعه بالشكل ده. واسيبه يبرد بقى على الصيجان وبعدين بحطه بقى في طبق التقديم. شايفين الشكل بتاعه بيبقى مقرمش كده وجميل، بس هو لما بيقعد بيطرى شوية زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيته هنا في طبق التقديم. حلو جدا مع الجبنة. تغمسوا بيه اي حاجة او تاكلوه كده مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بلبن. حلو جدا في الشتاء، حلو للفطار، حلو للعشاء، حلو في كل الاوقات. بالقرفة اللي انا قلتلكوا عليه ده طالع جميل جدا وطعمه حلو ومميز. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم كل الوصفات. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.